النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه المكرونه البشاميل. معايا توابل، ملح، فلفل، توم بودره، لحمه مفرومه شوحته. هضيف له بصل وطماطم عشان اعمل العصاج بتاع المكرونه. دي بصلايه متحمره، لو حابه تضيفيها من غير تحمير ممكن. شوحها مع اللحمه. نص كيلو طماطم. الطماطم دي مسبكاها، مفيش طماطم متسبكه بتجيبي نص كيلو تضربيه في الخلاط وتضيفيه على اللحمه، بس بنصفيها الاول. توابل، ملح، فلفل، توم بودره، والثوم البودره اختياري، لو ما عندكيش خلاص. العصاج نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو طماطم، بصلايه كبيره مفرومه ناعم، ملح، فلفل، توم بودره. هسيبه بقى لحد ما يتعصج معايا. ميه وزيت وملح، وهسلق فيها المكرونه وبعد كده هصفيها. بشاميل على البارد، حطيت نص كوبايه زيت، كوبايتين دقيق متوسطين. حطيت كوبايه ودي الكوبايه التانية. نص كيلو لبن، ده بارد مش سخن. والطريقه ديت بتدينا بشاميل حلو وسريع وما بيبقاش فيه كلكعه. زبده، شويه جبنه موتزاريلا، ده اختياري لو ما عندكيش خلاص. بس كل ما تضيفي حاجه من الحاجات ديت بتدي قيمه غذائيه وبتدي طعم حلو لو عندك قشطه وحابه تضيفي كمان ممكن. دلوقتي بقى انا هضيف دي ميه المكرونه اللي انا بسلق فيها المكرونه، هضيف منها على البشاميل. دي بتدي قيمه غذائيه عاليه للبشاميل وبتدي له طعم حلو، وبنوفر كمان في اللبن لحد ما اظبط القوام اللي انا عايزاه. اشغل بقى النار وهبدا اقلب كده. البشاميل خلاص خلص معايا اهو. هضيف له ملح وفلفل، بس ما تزوديش الملح غير لما تدوقيه عشان ميه المكرونه بيبقى فيها ملح. قطعه من الزبده ومسحتها فيها كده، وهبدا اضيف فيها بقى شويه من البشاميل. انا بعمل كميه بشاميل كتيره شويه عشان تبقى باينه في المكرونه، بتدي طعم حلو. هنا هضيف بقى من العصاج دوت على المكرونه. هحط نص كميه العصاج على المكرونه، وهضيف كمان شويه بشاميل وهقلبها. بتحبي شكل المكرونه محمر بتكون الصلصه باينه فيه، بتضيفي عليه معلقتين صلصه. لو عندك صلصه جاهزه بتضيفي، عندك طماطم متسبكه بتضيفي. ده بيدي شكل المكرونه حلو، طعم حلو كمان. بتبقى الصلصه زياده فيها كده. المكرونه بعد ما قلبتها زودت لها ملح وفلفل، بتظبطي الملح. هبدا اضيفها هنا في الصينيه. هبدا اضيف العصاج. العصاج بالشكل دوت على وش المكرونه، معاه معلقه بشاميل. وهضيف الطبقه الثانيه من المكرونه. صينيه المكرونه بعد ما خلصتها هبدا اضيف بقى بقيه البشاميل اللي معايا. ولو حسيتي ان البشاميل تقيل معاكي ممكن بتضيفي له شويه لبن او شويه ميه، هيبقى معاكي سايل كده. البشاميل دوت على الوش، وهبدا افرده كده. فاتحه في المكرونه كده تنزلي البشاميل عشان البشاميل يبقى جاي فيها كلها. تاخدي القطعه تلاقي فيها بشاميل كتير. لو عندك جبنه موتزاريلا وحابه تضيفيها عليها، بس بتضيفيها بعد ما بتستوي 3/4 تسويه في الفرن. بعد كده بتضيفي على وشها الجبنه الموتزاريلا. بيضه اهي، هبدا اضيفها هنا كده وهوزعها. اضيف ملح وفلفل عشان لما تكوني ضايفه بيض على اي حاجه لازم تضيفي له ملح وفلفل عشان طعم الزفاره اللي بيبقى في البيض. الفلفل الاسمر بيشيل الزفاره اللي بتبقى في البيض. اهو ده شكلها. هحطها في الفرن على اعلى درجه على الرف الوسطاني. ده شكل صينيه المكرونه بعد ما خلصت معايا. بالهنا والشفا، واتمنى تجربوا صينيه المكرونه بالبشاميل في الفرن. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.